بناء على طلب حبايب المشاهدين هوريكم النهارده طريقه الطعميه ازاي تتعمل في المطعم وازاي نعملها مع بعض في البيت. هنتابع مع بعض الخطوات من اول ما تبقى فول لحد ما تبقى طعميه جميله بالشكل ده. لو عايزين بقى طريقه الفول المدمس ابعتوا لي في الكومنتات، هوريكم طريقه حيه من قلب المطعم وازاي نعمله مع بعض في البيت. يلا بينا نشوف الطريقه بالتفصيل من مطبخ ياسمين جنيدي. بس قبل ما ندخل على الطريقه والتفاصيل عايزين نعمل القناه لايك وشير واشتراك في القناه من على اليوتيوب مطبخ ياسمين جنيدي. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مقاديرنا هتكون كرات وتوم وبصل والفول المدشوش بتاعك. الله اكبر على نظافته بجد، تسلم ايديك. اول حاجه بننزل بالكرات الاول، بعد كده الثوم والبصل، ونصفي الفول من الميه الاول وننزل بيه على الكرات بعد ما نتاكد ان هو ناعم تماما، وننزل بقى بالفول. بعد ما نتاكد انها نعمل كويس هنضيف لها بقى الملح المظبوط ونسيبها لما تنعم تماما، ولو احتاجت ميه بنضيف لها حبه صغيره. ضفنا للعجينه حوالي كوبايه من الميه وهي دلوقتي بقت ناعمه وجاهزه ان احنا نحضرها مع بعض. العجينه بقت ناعمه وجاهزه ان احنا نقليها في الزيت. عجينه هشه اللهم بارك من غير بيكنج باودر ولا بيكربونات صوديوم. اجمل تحيه لابو رويده السلام. الناس كلها نايمه تحت البطانيه وهو قايم من الفجريه علشان يحضر لنا الفطار. وهتشوفوا بقى اجمل طعميه من ايد ابو رويده السلام. شكلها بجد يفتح النفس. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شفنا بقى مع بعض طريقه التعظيم في المطعم، يلا بقى علشان نعملها مع بعض في البيت. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. معايا هنا ربع كيلو من الفول المدشوم بيبات في الميه ليله كامله. طبعا انا دلوقتي مش ناقعاه هنا في البيت، انا واخداه كده من عندهم جاهز. فانت لو هتعمليه في البيت هتنقعيه ليله كامله، يعني تنقعيه من بالليل لحد ما تيجي تاني يوم وتشتغلي بيه. ولازم ياخد حقه في البل كويس علشان قرص الطعميه يطلع معاكي هش مش مكتوب. بتعرفيها ازاي؟ هتكسريها كده هتلاقيها تتكسر بكل سهوله كده، تعرفي انها كده مبلوله مظبوط. ده اللي بيخلي القرص الطعميه يطلع معاكي مكتوم. مكتوم ازاي؟ يعني بتنزل الزيت تستوي من بره وتبقى قلبها ني من جوه. بعد ما نزلت بالفول في الكبه دلوقتي هضيف التوم والبصل. عندنا في المطعم ما بيضيفوش غير بصل وتوم وبتطلع اجمل طعميه. والخضار الاساسي عندنا في الطعميه طبعا بيكون الكرات، بس انا هضيف له عودين صغيرين من الكزبره الخضراء، ده بيساعد معاها وبيدي لها هشاش. طبعا احنا عندنا هنا بنعمل في الكبه فبنحتاج انها تبقى هشه اكتر. الكزبره بقى بتساعد تخلي قرص الطعميه يكون هش معاك. دي الاضافه اللي احنا هنضيفها معاه النهارده. نقطع بقى الخضار. انا بعتذر عن الصوت في المطعم، بس انا حبيت اوريكم كل حاجه على الطبيعه. انا كنت سامعه نفسي بالعافيه معلش بقى، بعتذر للصوت. بعد ما قطعت الخضار كده كويس هضربهم بقى مع بعض كويس في الكبه. بعد ما ضربتها في الكبه طبعا مش هي دي النتيجه اللي انا عايزاها. انا عايزاها تكون ناعمه اكتر وتكون هش وتكون مليانه فراغات من الهواء. ناس كتيرة سألتني على الكبة اللي انا بستخدمها، ما انصحكمش ان انتوا تستخدموها، مش حلوة خالص. لو حد من المتابعين دلوقتي عارف نوع كبة حلو يا ريت يبعت لي اسمها في الكومنتات. الحل السريع بقى علشان نحصل على عجينة ناعمة، هضيف كده حوالي 3 معالق او 4 في الخلاط على قد سكينة الخلاط بس، لانه هو طبعا مش هيقدر يجيب اللي فوق. حوالي كده يا دوبك السكينة تبقى باين. واضيف لهم حبة مية حوالي كده 3 معالق،
واضرب حبة بحبة في الخلاط واوريها لكم. بصراحة هو متعب شوية بس حله مرض. هتبقى ناعمة بالشكل ده. هعمل بقى شوية بشوية وارجع لكم علشان ما اطولش عليكم الفيديو. قسمت الربع كيلو في الخلاط على 3 مرات، ونتيجة اللهم بارك هايلة. متعب شوية بس النتيجة مرضية. دلوقتي العجينة بقت جاهز. طبعا ما اقدرش اخبي عليكم واقول لكم من غير بيكنج باودر ولا بيكربونات صوديوم زي ما قلت في المطعم. هناك في المطعم العجان قوي فبينعمها اكتر، وسريع فبيديلها عرق. طبعا هنا دلوقتي ما بيديش نفس نتيجة العجان بتاعة المطعم. هنستبدلها بايه؟ هنحط معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم. طب لو ما عندكيش هتستبدليها بايه؟ هضيف نص معلقة صغيرة من البيكربونات الصوديوم واقولك تستبدليها بايه. انا هنا ضايفة نص معلقة بس علشان الكمية قليلة. طبعا لو الكمية اكبر من كده هتضيفي معلقة. هتضيفي لها معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة من الدقيق. البيكنج باودر بيدي لها هشاش ومعلقة الدقيق بتعمل لها عرق. بعد كده بقى هضيف الملح ومعلقة كبيرة من البهار المشكل، كمون وكزبرة وفلفل، واقلب كل المكونات مع بعض. حانت اللحظة الحاسمة. هنشوف انا ولا مصطفى. نبدأ بقى نحضر الزيت. مصطفى ده بقى يبقى صاحب المطعم، اخوي ابو رويدة السلام. اول ما الزيت يسخن هبل ايدي شوية كده في المية، مش كتير، واسمي الله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة تتحكمي فيه بقى وتعمليه كبير او صغير ده براحتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي العيش لخبازه لو هياكل نص. لو لقيت ايدي هتبدأ تلزق قبلها في المية. اول ما تبدأ تاخد لون نقلبها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بقى لو حابه تضيفي لها سمسم براحتك، بس بصراحه انا ما بحبوش فيها، بيسقط من عليها وبيحروق معايا في الزيت. هقلبها كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اقلبش القرص غير لما اتاكد انه بدا ياخد لون من تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. هخرج اللي هيستوي معاه واسيب الباقي لما يكمل تسويه. اصفيها كويس من الزيت، هشه جدا ومقرمشه من بره. هعمل لكم بقى احلى عجه بيت ومعتبر. طبعا لو انت مش هتعملي العجينه في البيت وهتشتريها من المطعم، هوريك ازاي تعملي بقى العجه في البيت وازاي تطلع معاكي جميله جدا، احلى من اللي بتشتريها من بره واحلى من بتاعه مصطفى نفسه. هصفيها كويس من الزيت ونحضر بقى مع بعض العجه. نفتح قلب القرص من جوه ونشوفه مستوي وهشه قد ايه ومش مكتوب. اجمل طعميه لاجمل مشاهدين علشان بنبدا بذكر الله والصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هعمل لكم بقى العجه لو هتشتري العجينه من المطعم ومش هتعمليها في البيت، هشه ومقرمشه وطعمها حلو جدا بألف هنا. لتحضير العجه بقى حضرت حبه كده من العجينه اللي عملناها. هضيف لها حبايه طماطم مبشور، حبايه صغيره، وعودين من الشبت هفرمهم ناعم بالسكينه. بيدوا ريحه وطعم هايل. معايا كمان فصين من التوم وقرنين فلفل بلد، هفرمهم في مطحنه الخلاط. هفرمهم ناعم واضيفهم للعجين، واضيف كمان بيض وحبه صغيره من الفلفل وكمون وكزبره، معلقه صغيره، والملح، ونضيف قليل من الملح علشان الطماطم اللي حطيناها، وشطه سبايسي ودي اختيار تقدري تستغني عنها. ونقلب كل المكونات مع بعضها.
فاضل اخر حاجة ودي الاهم، معلقة واحدة من الدقيق كمادة رابطة لكل المكونات، لان الخضار اللي معانا كله بينزل مية، فالدقيق هيعمل مادة رابطة لكل المكونات. معلقة واحدة من الدقيق. قسمت العجينة على جزئين علشان اعمله القرصين، ونحاول نخلي الزيت ما يسخنش معانا خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اوسعها كده بايد. لان الزيت لو سخن معانا قوي ممكن تتفتح معاه. بدأت تاخد وضعها في الزيت، هحركها كده بالراحة. هخلي بقى وش العجة يشد معايا بالزيت. ازاي بقى؟ ناخد بالمعلقة كده ونحط زيت على العجة لما الوش يشد ويبقى متماس، علشان لما اقلبها ما يتفرتكش، لان الزيت بدأ يسخن كده. الوش بدأ يتماس، لما اجي اقلبها مش هتتفرتك من الوش، وشها هنحتفظ بالوش زي ما هو. اول ما تبدأ تاخد لون نقلبها بقى بكل سهولة، وما نخافش انها تتبهدل. كل المعلومات اللي قلتها لكم من اول الفيديو ما تاخدهاش غير من بنت المهن، مش من شيف خالص. كده بقى تتقلب معايا بكل سهولة. خلاص بدأت تستوي وتاخد لون، نخرجها بقى من الزيت. حاجة كده اللهم بارك، مش عايزة كلام. دلوقتي بقى طبعا الزيت سخن، لو نزلت بنص الكمية التانية هتتفرتك في الزيت. هسيب الزيت لما يهدى شوية وبعدين ننزل بنص الكمية التانية. انا كده طافية على الزيت، هديلها بس الاول تقليبة بعدين انزل بها في الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. واولع على الزيت تاني وابدا اوسعها بايدي، وهسويها بنفس الطريقه اللي سوينا بيها الاولى علشان ما اطولش عليكم الفيديو يا حبايبي. اظن كده بقى كل المعلومات اللي عن العجه والطعميه انا قدمتها في الفيديو. يا رب اكون قدمتها لكم بطريقه تليق بيكم وتعجبكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بلايك وشير واشتراك في القناه من على اليوتيوب. ولو اول مره تشوفوني، ده مطبخ ياسمين جنيد، وما تنسوش تشتركوا لي في القناه. سلام يا احلى مشاهدي، باي.